الأمر الثاني أن جماعة التبليغ تدعم التصوف، فهي جماعة صوفية كما تقدم الكلام عن مؤسسيها، فهي داعمة للتصوف. وهناك رسالة للشيخ العلامة سعد بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله تعالى، وهو ممن عاشوا مع الجماعة 8 سنوات. هناك رسالة بينه وبين أحد مرشدي جماعة التبليغ، وهو المرشد الثالث عام الحسن، وفيها إقرار عام الحسن أنهم يأخذون على أصحابهم البيعة بالطرق الصوفية بالنقشبندية والقادرية إلى آخره. وهذه الطرق ليست طرقا بدعية، بل هي طرق شركية، ومع ذلك طرق صوفية شركية يأخذ جماعة التبليغ البيعة على أصحابهم بهذه الطرق، وهذا مشهور عند العجم منهم، ويحاولون أن يخفوا ذلك عمن لا يقبله من العرب. لكن اعترف بعض العرب أنه لما بلغ مبلغا في الجماعة أنه بويع، وممن اعترف بذلك الشيخ الفاضل عباس شرقاوي، فله عدة مسجلات ودروس اعترف فيها أنه لما بلغ مبلغا من الجماعة أنهم بايعوه. فالقوم أهل بيعة، فكلما ترقى الرجل عندهم بايعوه على ما هو أضل من هذه الطرق الصوفية الشركية التي تقدم ذكرها. فإذا من خطورة جماعة التبليغ أنها تمكين للتصوف، حتى من لا يعرف هذه البيعة من بعض العرب ولا سيما من الخليجيين والسعوديين، فإنهم يسيرون على طرق تؤدي إلى التصوف. لذا من الكلمات التي تكتب بماء الذهب ما ذكره العلامة المجدد الكبير محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، أن جماعة التبليغ صوفية عصرية.